عمرك فكرت ان زيادة الدهون في جسمك مش من الاكل بس، ممكن تكون بسبب التهابات في جسمك وانت مش حاسس؟ يعني ايه جسمك يفتكر ان في حرب ويبدأ يصنع دهون زيادة حتى لو انت مش بتاكل كتير؟ ليه ناس بتتعب وبتزيد وزنها رغم انها بتاكل صح؟ والسر ممكن يكون جوه الكبد. لو عايز تعرف ايه اللي بيحصل جوه جسمك وازاي توقف ده قبل ما يسبب لك مشاكل، ركز معايا لاخر الفيديو. معاكم دكتور محمد صقر، استشاري التغذية العلاجية. ايه اللي بيحصل في الجسم لما الجسم بيتعرض لالتهاب، سواء من اكل مش صحي او توتر عصبي او حتى امراض مزمنة زي السكر او الضغط؟ الجسم بيرد على ده عن طريق افراز مواد اسمها سيتوكينات التهابية. دي زي مواد كده بتقول للجسم في خطر، اتحرك. طب ومالها السيتوكينات دي؟ المواد دي بتأثر على الكبد بشكل مباشر. الكبد لما بيسمع ان في التهاب بيفتكر ان الجسم محتاج طاقة عشان يحارب، فيبدأ يزود تصنيع الدهون، خصوصا حاجة اسمها الدهون الثلاثية. يقلل تكسير الدهون القديمة. ساعات الدهون تبدأ تتخزن جوه الكبد نفسه، وده ممكن يسبب دهون على الكبد او الكبد الدهني. طب ليه ده خطر؟ لان تراكم الدهون اللي الكبد بيصنعها نتيجة الالتهابات ممكن يعمل دهون على الكبد، وده طبعا بيؤدي لتعب وخمول، مقاومة انسولين يعني السكر يبدأ يعلى، امراض قلب، زيادة في الوزن خصوصا في منطقة البطن. طيب نعمل ايه بقى علشان نمنع او نقلل الدهون اللي بيصنعها الكبد بسبب الالتهابات؟ لازم واحد، نقلل الالتهاب من الاساس. يعني لازم ناكل اكل صحي، خضار، فواكه، اوميجا 3 زي السمك، نقلل السكر والدهون الصناعية، نقلل التوتر والضغط النفسي، نمارس رياضة بانتظام. 2، لازم نتابع تحاليلنا زي تحليل الكبد والدهون والسكر عشان نعرف احنا فين ونلحق بدري. لو الفيديو ده فادك او عرفت منه معلومة جديدة، ما تنساش تدعمني بلايك وشير عشان يوصل لناس اكتر ممكن تستفيد. ولو عندك اي سؤال اكتب لي في الكومنتات وانا هرد عليك بنفسي. واشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد عن التغذية والصحة. كان معاكم دكتور محمد صقر، استشاري التغذية العلاجية. اشوفكم في الفيديو الجاي ويومكم جميل.